السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. جود يا شباب، أنا أحمد فوزي ودي كواليس فريلانسر. مساء الفل يا شباب، يا رب تكونوا بخير. النهارده هنتكلم عن الفريلانسنج عموما. بص، الفريلانسنج ده عبارة عن إن أنت طفل في محل حلويات كتير، عندك اختيارات كتير بس انت مش عارف تختار ايه. الفريلانسنج دوت باختصار هو انت المدير الوحيد في حياتك، انت اللي هتدير وقتك، انت اللي هتدير شغلك، وانت اللي هتدير الفلوس حتى اللي هتجيلك. فما تستناش ان حد هيجي يقول لك تعمل ايه وما تعملش ايه. وزي اي حاجه في الدنيا بنقابلها فيها الحلو وفيها الوحش، فالفريلانسنج برضو في حاجات حلوه وحاجات وحشه. فتعالى اقول لك بسرعه ايه الحاجات اللي انا قابلتها عشان لو تنفع معاك تقدر تشتغل فريلانسر، ولو هتبقى عقبه في حياتك ممكن نشوف بديل تاني. الحاجات الكويسه في الفريلانسنج، اول حاجه هتقابلها ان هو فليكسبل، هو حاجه مرنه. انت بتقدر تختار المواعيد والمكان اللي انت هتشتغل منه. انت شاب بتحب تسافر كتير او ما بتقدرش تقعد في البيت كتير، انت لو معاك لابتوب ومعاك نت انت كده ممكن تبدا شغل على طول. لو انت واحد بتضطر تخرج كتير او عندك مشاوير كتير بس اللابتوب ممكن يبقى معاك، انت تقدر تشتغل فريلانسر. لو انت واحده قاعده في البيت وعندك اطفال او لاسباب تانية ومش قادره تنزلي، الفريلانسنج هيحل المشكله دي. تاني حاجه انت هتقابلها في الفريلانسنج وهتبقى حلوه جدا وتقريبا الناس كلها بتشتغل عشانها، هي الفلوس. الفريلانسنج بيقدر يفتح لك باب دخل كبير جدا، على حسب انت تقدر تدي ايه للشغل هو هيديك فلوس على قده. فكل ما تشتغل على نفسك اكتر وكل ما تتعلم اكتر وتقدم شغل احسن، كل ما هيجي لك فلوس اكتر بكتير. وكمان هتلاقي حاجه حلوه جدا في الفريلانسنج، ان انت في الشغل العادي التقليدي لو انت رحت اشتغلت في شركه انت ليك مرتب، عشان يزيد لازم تترقى، وغالبا هتقعد فتره طويله عشان تترقى وهتلاقي حد تاني يترقى والمشاكل اللي احنا بنشوفها دي كلها. لكن فريلانسنج انت بترقي نفسك حرفيا. انت كل ما هتشتغل احسن كل ما هيجيلك دخل اكتر، وكل ما تلاقي ان انت عندك وقت اكتر ممكن تقدم على شغلانه 2 3 100، بس لو تقدر تقدمهم كلهم هتشتغل فيهم كلهم وهتقبض من كله. الحته دي بس انا هتكلم في حته مهمه قوي فيها. الناس كلها بتخاف من حته الدفع. انا بقول لك من مكاني اهوت، والله العظيم ما تشيل هم الدفع، دي اخر حاجه تشيلها. ما تبقاش سايب السكيلز وسايب ان ازاي هتكلم الكلاينت وسايب ان ازاي هتوصل له اصلا، وتبقى ماسك في حته اصل هم مش هيدوني فلوس. هيدوك فلوس يعني، سيب الحته دي في الاخر. تالت حاجه هتقابلها كويسه في الفريلانسنج ان هو بيعمل لك فولفيلمنت، هو بيرضيك من جوه. انت لما بتقدم شغلانه انت كانك عملت شغل كتير قوي. فعلا المدير بتاعك اللي هو في الحاله دي الكلاينت هو هيديك كلام كويس، هديك ريفيو كويس، هتاخد الفلوس على طول، بتاخد بادجز لو انت معظم البلاتفورمز بتديك بادجز لو انت اشتغلت شغل كويس. فدي حاجه بتبقى ارضاء ليك، بتحس ان انت كسبت حاجه فعلا ونجحت في اللي انت فيه. وكل ما بتشتغل اكتر وتقدم اكتر للشغل كل ما هتاخد من الحاجات دي اكتر بكتير. للاسف برضو في حاجات وحشه زي ما قلنا الفريلانسنج، زي مثلا ان هو مش ستيبل، هو مش حاجه ثابته. الفريلانسنج مش ثابت على الاقل في اول كام شهر. هتبقى عندك مشكله ان ممكن كلاينت تقدم له شغل ويمشي، هو مش عايز شغل اكتر من كده، او ان انت تاخد فتره لحد ما تلاقي كلاينت. بس صدقني الفريلانسنج لو عملت نتورك قويه مع الكلاينتس بتوعك، بدات ان انت بتكلم الكلاينتس على طول على طول عايزين شغل منك، صدقني خلاص هتدخل في مرحله ان هو ستيبل. ودي حل معظم الحاجات دلوقتي. معظم الشركات لو رحت قدمت فيها بيقول لك ايه؟ بيقول لك تاخد شهر او 3 شهور ان انت بتتمرن عندنا، بعد كده تتثبت. اتثبت او ما اتثبتش دي حاجه بترجع لهم هم. ففريلانسنج حاجه زيه، بس هو بتصرفاتك انت. انت اشتغلت كويس، عرفت تكتب بروبوزال حلو جدا للكلاينت، هتلاقي شغل على طول. بدات ان انت تشوفها حاجه ما هي سهله، ما هي حاجه بتجيب فلوس، هتلاقي ان انت ما بتجيبش فلوس لان انت ما اتعلمتش. ولما لوم نفسك. تاني حاجه هتقابلها في الفريلانسنج ان انت لازم تعمل زي دعايه لنفسك. مش لازم تدفع فيها فلوس، طبعا لو دفعت فلوس بالموضوع بيوصل اسرع، بس في طرق اكتر بكتير للاورجانيك ريتش، ان انت توصل للناس من غير ما تدفع جنيه. زي مثلا ان انت تبدا تعمل اكونت على اي بلاتفورم كبير زي تيك توك مثلا. تيك توك هو اكبر منصه ممكن تعمل عليها دعايه لنفسك. لو انت مثلا فيديو اديتور او بتقدر تعمل مثلا تعديل على صور او بتكتب مقالات، بتقدر تشيل حاجات من الصور، بتقدر تغير في الاصوات، كل الكلام ده انت لو دخلت على تيك توك وبدات تقول انا بعمل كذا من غير ما تقول انا بعمل كذا. يعني مثلا انت بتقدر تعمل فيديو اديتنج كويس، ادخل اعمل فيديوهات وابدا طلعها على التيك توك، وابدا انتقد مثلا فيديوز تانية وقول والله انا شفت غلطات هنا وهنا وهنا. الناس على طول في عقلها الباطن هتبدا تعرف ان انت فيديو اديتور شاطر، فهتبدا تكلمك. دي دعايه لنفسك غير مباشره. لما تعملها مباشره صدقني الناس مش هتكلمك قوي، لان هتحس ان انت باص للماديات اكتر ما انت باص للكواليتي بتاعت الشغل بتاعتك. ولو جيت ركزت هتلاقي ان معظم الناس اللي بتبيع فعلا
هي ناس ما بتعملش دعايه لنفسها. انت حتى هتلاقيه مش بيقول لك اللينك في البايو، انت الحته ديت مش بتلاقيها قوي. ليه؟ هو من شغله ومن المحتوى بتاعه اللي بيقدمه على اي بلاتفورم عموما، شغله كفيل ان هو يتكلم عنه، شغله كفيل ان هو يخليك ان انت تدخل وتدور الراجل ده فين، الراجل ده ممكن اقابله على انهي بلاتفورم تاني، الراجل ده بيبيع ايه، ممكن اشتري منه ايه، ممكن اتعرف عليه ازاي. فبالتالي هو بيشدك ان انت تقدر تروح وتتكلم معاه من غير ما يعمل دعايه لنفسه. ثالث حاجه هتقابلها هي مش حاجه وحشه، هي حاجه هتقابلها في اي حاجه في حياتك، الضرايب. انت لا كفريلانسر انت بتدفع ضرايب، بس الفرق الوحيد اللي انت تقابله ان انت اللي مسؤول تدفع الضرايب، محدش هيدفعها لك. يعني انت لو شغال في شركه، الشركه بتدفعها نيابه عنك. هنا انت لازم تدفعها، وده حق الدوله، ما ينفعش ان انت تقول انا مش هدفعه، ده حق الدوله اولا. ثانيا مش لازم ندخل في حته ان الدوله او مصلحه الضرايب تعرف ان انت بتشتغل وعندك وعليك ضرايب، فهيبدا ان انت تدخل في مشاكل انت في غنى عنها خالص. بالعكس انت اصلا شغال فريلانسر عشان تقبض اكتر بكتير، فلما تطلع جزء للدوله مش ديت اللي هيعمل لك ازمه. تعال بقى اقول لك على شويه حاجات لازم تعملها عشان تبدا في فريلانسنج. بالبلدي كده الحاجات اللي تبقى عندك عشان تبقى شغال فريلانسر. اول حاجه لازم تحدد انت بتعرف تعمل ايه، انت شاطر في ايه. والنبي ما تجيش تقول لي انا مش شاطر في حاجه، انا ما بعرفش اعمل حاجه، انا لسه متخرج. انت حتى لو في المدرسه ده احسن وقت تبدا فيه. لو انت مثلا في ثالث ثانوي او لسه مخلص ثالث ثانوي في الاجازه مستني التنسيق وداخل كليه، او حتى في اولى كليه، ده احسن وقت تبدا فيه. انت ممكن تعمل فلوس كتير جدا تخليك تستغنى عن اي حاجه تانية. انا مش بقول ان الكليه مش مهمه، الكليه هتدخلك في المجال اللي انت شاطر فيه وهتعلمك حاجات كتير جدا. لو بدات كفريلانسر هتخليك تعمل فلوس كتير جدا تخليك ان انت تقدر تدفع في حاجات اكتر بكتير. طيب اول حاجه لازم تبقى عارف انت شاطر في ايه. انت اكيد شاطر في حاجه. طب انا مش شاطر في اي حاجه، انا ما بعرفش اعمل اي حاجه. روح اتعلم بقى، ابدا اخش تعمل ايه. تبدا تخش تشوف، يا عم هقول لك فيديو واحد على الاقل، خش شوف فيديو واحد على الاقل للبروجرامر، للفيديو اديتور، للي بيعمل تعديل على الصور، للي بيكتب مقالات، للي بيعمل ماركتنج، لكذا 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 لكذا. شوف كل الناس ديت، شوف اكتر حاجه انت حبيتها. طبعا الكورسات احنا هنتكلم فيها لوحدها كلها، ولو عندك اي مجال انت مش لاقي الكورس بتاعه ممكن تكتب لي في الكومنتس او تكلمني على اي حاجه وانا هرد عليك في الموضوع ده. بس الكورسات فعلا موجوده في كل حته، على اليوتيوب وعلى تيك توك وعلى كورسيرا ويدمي، كل البلاتفورمز ديت عليها كورسز فور فري، يعني بلاش. انا كل ده ما قلتش ان في حاجه مدفوعه، تقدر تتعلم من الاول لاخر نقطه فيها. طبعا لازم تزود حاجات من عندك بس هتلاقي المحتوى كله موجود. فانت اول حاجه لازم تعرف ايه المهاره اللي انت تقدر تشتغل بيها. تاني حاجه انت عرفت المهاره بتاعتك، حلو، تدخل بقى تعمل بروفايل محترم على اي بلاتفورم انت هتختاره. ايه بلاتفورمز موجوده؟ ابورك، فريلانسر، خمسات، وظف، كل البلاتفورمز ديت موجوده. هتدخل تبدا ان انت تعمل بروفايل، الادي وباسورد الجمال بتوعنا، البروفايل بتاعك ده السي في بتاعك. بعد كده بتبدا تشرح نفسك بقى، انا اشتغلت حاجات قبل كده، اتعينت في شركه، لو حتى يوم اكتب ان انت اتعينت في يوم، او ما حدش هيدور وراك. بس حقيقي لو انت ما اشتغلتش ده بلاش تكتب، لان انت لو كتبت حاجه مش موجوده عندك والكلاينت وافق عليك هو هيكتشف ده، وساعتها انت بس مش هتخسر الكلاينت، انت هتخسر ريفيو. يعني هيبقى عندك مثلا، انت بيبقى عندك ستارز، فالستارز دي تبدا تقل لان انت ضحكت على الكلاينت. فبلاش نعمل الحته دي. بس اي حاجه تانية انت تكتبها، خدت تريننج في شركه اسبوع اسبوعين، خدت تريننج في بنك، ايا كان بقى اللي انت اشتغلته حطه على طول. حتى الشهاده بتاعت الكليه اكتبها، اكتب اي حاجه انت شايفها قيمه وتخلي الكلاينت يقبلك. بعد كده انت شغلتك الاساسيه ان انت هتبدا تدور على كلاينتس. اول ما تفتح موقع انت هتلاقي شغلانات بالهبل. لو عملت سيرش على المجال بتاعك هتلاقي شغل اكتر، هتلاقي مثلا فوق ال 10000 وظيفه ممكن تقدم فيهم. في منهم اللي عايز مبتدئ، في منهم اللي عايز متوسط، في منهم اللي عايز عنده خبره كبيره جدا. بس كل ده مش الموضوع بتاعنا، دي حاجه انت ممكن تختارها. بس انت لازم تقدم على اكتر من شغلانه، ما تقدمش على واحده اتنين ولا حتى 10 وتقول انا ما اتقبلتش. انت بتقدم على 50 60 100 واحده، وفي واحد في الاخر هيكلمك، هو الواحد ده الشغلانه اللي انت لقيتها. مش لازم ان انت كلهم هيردوا عليك، لان حتى لو كلهم ردوا عليك ما انت مش هتقدر تقدم الشغل ده كله، وبعدين البروفايل بتاعك لسه جديد. فما تستناش ان انت اول ما تقدم على شغلانه هتلاقي الناس كلها بترد عليك، مفيش الكلام ده. بس مع الوقت هتلاقي الناس بترد. قدم على شغلانات صغيره، ما تقولش ايه ده، دي حاجه صغيره ممكن اي حد يعملها. قدم عليها، اعملها انت، هتحط لك في البروفايل، وساعتها لما كلاينت اكبر هيجي يبص في البروفايل عندك هيلاقي ان انت عامل شغل كويس. هو ملوش دعوه بقى الشغل ده صغير ولا لا، هيلاقي ان انت عامل شغل كويس. تاني حاجه المفروض تدور عليها وتعرف معلومات عنها، التسعيره. المهندس مش بيقبض زي الكاتب، مش بيقبض زي الماركتير، مش بيقبض زي الاديتور، مش كل واحد بيقبض زي التاني. فانت المفروض تبدا تدور ايه الاسعار الافريج. طب انا السكيلز بتاعتي فين؟ طب انا شاطر قوي، فابدا ادور على مثلا، خش على ابورك، اكتب احسن مثلا 20 ارتكل رايتر،
فهتلاقي احسن 20 كاتب تبدا تشوف اسعارهم. لو انت واحد من ضمن ال 20 دولت، لو انت واحد شايف نفسك ممكن تبقى من ضمن ال 20 دولت، ابدا حط اسعارهم. طب انت لسه بادئ، خش شوف مثلا هتلاقي ان الكلمه ممكن تقبض عليها 0.03، ابدا حط ده سعر. واحد جه مثلا كلمك وقال لك ان انت هتقبض 0.02، ما تمسكش بقى فيها وتقول انا لا انا هقبض بقى ال 0.03، مش هتلاقي شغل. ممكن تنزل في الاسعار شويه، انت لسه بادئ، انت عايز كلاينتس عن ان انت عايز فلوس. الكلاينتس كتير معناها فلوس كتير، وعايز عشان تجيب كلاينتس كتير لازم يبقى عندك بيز من الاول، لازم يبقى انت كلمت كلاينت 2 3 10، بعد 10 20 واحد هيبدا يبقى البروفايل بتاعك كبير، يبدا ان انت بقى عندك ريفيوز كتير، يبدا ان انت تقدر تكلم كلاينت كبير قوي بشغل كبير. وطبعا في خلال الفتره ديت انت اتعلمت حاجات كتير قوي، فتقدر تاخد شغل اكبر واصعب، وطبعا ده دولارات اكتر. اخر حاجه انت لازم تبقى بتقدم كواليتي عاليه. كواليتي عاليه ازاي؟ خش على اي بلاتفورم انت عايزه، خش على اي موقع انت عايزه، هتلاقي كل حاجه موجوده في الدنيا عليهم، مفيش حاجه مش موجوده، اي حاجه موجوده في الدنيا هي على النت، بس الشاطر اللي يعرف يدور ويطلع منها. شوف ناس شاطره مثلا في الفيديو اديتنج واقعد اتعلم منهم بيعملوا ده ازاي وبيعملوا ده ازاي. ما تعملش سكيب، ما تفضلش واقف على الزرار 5 ثواني 5 ثواني، اصل ده عارفه وده عارفه. ما انت لو عارف كل الكلام ده ما تقدرش تقدم الشغل ده ليه؟ اتعلم منهم. هتلاقي تركايه بسيطه قوي في ثانيه انت عديتها هي اللي تخليك يفرق عنك 100 مره. فانت عشان تبقى احسن منه 100 مره هتتعلم منه تركايه ومن ده التركايه ومن ده التركايه، فانت بقيت احسن منهم كلهم. بص انا عارف ان انت ممكن تبقى شغال شغلانه ثابته وخايف ان انت تسيبها، ما قلتلكش تسيبها، اشتغل فريلانسر جنبها، ابدا واحده واحده لحد ما يبقى عندك بيز كامله. حد يجي يسالني يا فوز طب انا ابدا الفريلانسنج دوت امتى؟ لو انت شغال شغلانه ثابته اقعد فيها 6 شهور، 6 شهور شغال فعلا على الفريلانسنج، لان 6 شهور دوت كفال ان هم يجيبوا لك شغل، يجيبوا لك فلوس كويسه، تبقى حوشت فلوس عشان لو بعد الشهر حصل اي خلل هنا وانت سايب الشغل الاساسي بتاعك ما تبقاش معكش فلوس. هيبقى معاك فلوس تقدر تحوش، تقدر تستثمر. فانت ما تسيبش شغلك وتروح على طول على الفريلانسنج، ولا حتى بعد ما اول كلاينت يرد عليك. امتى اسيب شغلي؟ بعد ما ابقى ثابت في الفريلانس. وبعدين الفريلانسنج دلوقتي هو المستقبل، صدقني انت لو جيت بصيت هتلاقي ان معظم الشركات بتمشي الناس اللي عندها. جوجل، تويتر، كل الناس دي بتمشي الناس اللي عندها، هم مش عايزين ناس خلاص. الاي اي خد مكان ناس كتير قوي، بقت الاجهزه بتقدر تقدم شغل احسن من الناس، فبقوا عايزين الناس اللي تقدر تشغل الاجهزه دي، مش الناس اللي بتشتغل بايديها. دي حاجه. تاني حاجه هم مبقوش عايزين الناس دي كلها. الفريلانسر خدوا مكان الناس اللي شغاله الشغل الروتيني. يعني انا شركه بحتاج مثلا واحد يكتب لي المقالات بتاعتي او يكتب لي البوست بتاعتي والكرييتيف فوتوز بتاعتي عشان اعمل اعلان. الفريلانسرز بقوا كتير قوي وبقوا بيقدموا شغل بكواليتي عاليه جدا، فليه اجيب واحد بياخد مني مرتب وتامينات وبدفع عليه ضرايب وبدفع عليه وبدفع عليه؟ طب ما انا ممكن في الاخر اجيب فريلانسر هيخلص لي الشغلانه الواحده في وقت بسيط، لان هو الريفيو بتاعه عالي فهو شاطر في المجال ده، فهو هياخد شغلي هيخلصه في اسبوع هيسلمه لي، هديله فلوس، هو مبسوط وانا مبسوط، والراجل اللي عندي انا اقدر استغنى عنه دلوقتي. انا في وجهه نظري الشخصيه انا كمان 20 سنه ما اعتقدش اني اشوف مكتب حد قاعد عليه وبيكتب على اللابتوب او على كتاب بقى وكراسات واقلام. الكلام ده هيخلص دلوقتي. بص على معظم البنوك هتلاقي معظم البنوك بقت مميكنه، بقت مكنه هي تقدر تخلص لك كل حاجه. لو رحت السجل المدني هتلاقي ان الراجل اللي كان بيبقى قاعد وبيديك شهاده الميلاد مشي، لان بقى في جهاز بيديك شهاده الميلاد على طول. كل الكلام ده بقى بيخلص اسرع بكتير اونلاين، فهم ما بقوش محتاجين الناس دي، بقوا محتاجين الناس اللي بتفكر لقدام، الناس اللي بقى عندها خبره في الاي اي او الانترنت او الابلكيشنز، كل الحاجات اللي فيها تكنولوجي اكتر. بداوا يبعدوا عن حته الناس اللي بتشتغل بايديها. ممكن شغلتك الحاليه تبقى كويسه جدا، بس لو ما بصيتش لقدام هتلاقي ان انت كمان 15 سنين انت الناس بتستغنى عنك. دلوقتي معظم الشركات هتمشي الناس، شركات الاتصالات طلعت وقالت احنا هنمشي 55,000 وظيفة مش موظف. يعني في 55,000 وظيفة انعدموا مش هيبقوا موجودين. شوف تحت ال 55,000 وظيفة دوت في كام موظف. لو مش كل واحد هيبص لمصلحته صدقني مفيش حد هيجي وراك ويقول لك مصلحتك كذا. في الاخر هتلاقي نفسك بترفض وبتاخد مكافأة نهاية الخدمة ومشيت ومفيش حد هيسأل عليك. بص لمصلحتك وابدأ من دلوقتي. بص الحاجات اللي قدام، اتعلم تكنولوجيا، اتعلم فريلانسنج، اتعلم اي اي، اتعلم اللي تتعلمه، بس كل الحاجات بقت شغالة على تكنولوجيا. شغل الورق ده شوية خلص، فالفريلانسنج هو البوابة ليك ان انت تدخل في عالم جديد العالم كله رايح له بيبص له، وده الطريق اللي فعلا ممكن يجيب لك فلوس ان شاء الله. طبعا الرزق بتاع ربنا،
يجيب لك فلوس وفعلا يأمن لك مستقبلك ومستقبل الناس اللي حواليك. بس كده يا شباب، ده كان موضوعنا النهارده عن الفريلانسنج. لو عايز تعرف اكتر عن الفريلانسنج ومحتوى العمل الحر، ممكن تعمل لايك وسبسكرايب عشان تجيلك الفيديوهات الجديده، وهتلاقوني على تيك توك وعلى انستجرام. ولو عندك اي سؤال ممكن تكتبولي في الكومنتس. سلام.